السويفل وشفنا فيديوهات كتير واحنا شغالين بيه. احنا بنحدد بالسويفل بعد ما بنكون راسمين على الجلد. حددنا خلاص السويفل بتاعنا، وده الفرق بين لون الجلد وهو ناشف وهو مبلول او لسه مبلول. برضه عشان للتذكره او لو حد مش عارف، احنا لما بنيجي نشتغل بنبل الجلد وما بنشتغلش عليه وهو لسه مبلول. الجلد بتاعنا بنبله كده، طبعا ميه بس، عشان في ناس ساعات بتسال ايه الماده اللي اتحطت على الجلد. هو ميه يا جماعه، مفيش اي حاجه مختلفه. تمام. بنبل الجلد، بعد ما بنبل الجلد بنصبر شويه عشان ما ينفعش نشتغل على الجلد وهو لسه مبلول كده. فاحنا بنستنى شويه لحد ما هو يتشرب الميه ويبتدي ان هو يبقى في اول مراحل ان هو يجف تاني او ينشف تاني. زي ما احنا شايفين بيبتدي ان هو يجف من الاطراف الاول. شايفين درجه اللون تختلف زي ما احنا شايفين كده. فهي دي الفتره اللي احنا بنبتدي نشتغل عليها. لازم لما نيجي نشتغل الادوات بتاعتنا اللي هنشتغل بيها دلوقتي هو السومبوك ده. بيبتدي ان الجلد خلاص قرب ان هو يجف او في اول مراحل ان هو يجف. خلي الجزء، شايفين احنا السنبك بتاعنا بنخلي الجزء العالي المدبب هو اللي في الناحيه اللي احنا شغالين منها. تعالي كده معايا من هنا. الجزء المدبب ده، الناحيه اللي هي العاليه المدببه دي، هي اللي بنخليها في ظهر القطعه اللي احنا عايزينها ثابته. يعني احنا بننزل الجزء اللي احنا عايزينه زي كده. طبعا يفضل ان انت تكون شغال على رخامه او على قطعه تeflon نظيفه. هنكون شغالين عليها. مسكه السنبك، في ناس كتير قوي بتسال على المسكه بتاعت السنبك. انا ماسك السنبك صباع الابهام وصباع السبابه، ماسك بيهم، ودول بحرك بيهم او بزق بيهم السنبك بتاعي من تحت. ببتدي ان انا شغال، او لو انا دلوقتي مش بدق افضل ماشي كده من غير ما ادق. يعني ما بضغطش بايدي بالسنبك على الجلد، لا، السنبك ماشي عادي اهو ستريت، وانا بس زي كده. الخطوات بتاعتنا ان احنا علشان نتعلم الضغط كويس لازم ان احنا نمشي على خطوط مستوية الاول. يعني طبعا ما تبتديش في تصميم كده على طول خط لزق، لا، هتجيب جلد زي الجلد اللي احنا شغالين عليه، جلد كواري نباتي عادي، وتبتدي ان انت تعمل فيه خطوط بالمسطرة وخطوط فيها كيرفات زي كده، وتعمل وحدات، مثلا تعمل وردة، تعمل اي حاجة فيها كيرفات وانحناءات، وتبتدي بعد كده ان انت تمشي خطوطك بالخطوط بتاعتك ولحد ما توصل ان انت خلاص متحكم في السنبك بتاعك. تبتدي ان انت تشتغل في تصميم بحيث ان انت ما تهدرش جلد. دلوقتي في مشكلة بشوفها في شغل الناس وهم ما بيكونوش عارفين المشكلة فين. هي المشكلة بتكون في الشكل والأرضية. لازم إن إحنا نكون وإحنا شغالين على أي تصميم عارفين الشكل بتاعنا فين والأرضية فين، بحيث إن إحنا لما نيجي نشتغل ونظهر الشغل بتاعنا إيه اللي تحت وإيه اللي فوق، يبقى إحنا مثلا لو هنطلع الشكل فوق والأرضية ننزلها تحت أو العكس. بس يفضل إن الشكل هو اللي يبقى ظاهر والأرضية إن إحنا نسويها بالأرض أو نعمل لها تكتشر معين. دلوقتي إحنا مثلا بعد ما
حددنا الاوت لاين بتاعنا، نقدر ان احنا نشوف الشكل بتاعنا ازاي. نبتدي من الحاجات اللي احنا عارفينها وشغالين عليها. يعني ايه؟ يعني زي هنا كده مثلا ده نفس التصميم. بنبتدي ان احنا خلاص حددنا الاوت لاين كله، هنبتدي ان احنا نبتدي مثلا من الورده. هنروح عاملين الورده من النص، هنشوف دلوقتي هنعمل الورده من النص، وبعد كده ناخد كل ورقه لوحدها، وبعد كده ناخد العنق او العين بتاع الورده نفسه واخده واطلع بيه. فابتدي ان انا اشوف السكتش او اشوف الرسمه بتاعتي او التصميم بتاعي ازاي. دلوقتي مثلا هنتكلم في الحته دي. لو انا هعمل الشكل الدائري ده، الشكل الدائري ده هبتدي فيه منين؟ لو ابتديت من النص احتمال كبير ان انا اغلط لو انا مش عارف التصميم ده وما عملتوش قبل كده. فابتدي ان انا خلاص ده معايا كده اهو بره اهو، فماشي ادي الارضيه بتاعتي. ابتدي ان انا احدد الشكل بتاعي من هنا. جميل جدا. امشي مع الخط بتاعي او المحور بتاعي او الورقه، هلاقيه كده. هبتدي ان انا الاقي ان هو كمان من ناحيتي محتاج ان هو يتحدد، فابتدي ان انا كده حددت الشكل بتاعي. ابتدي بقى امشي مع المحور من اوله لاخره. وابتدي ان انا برضو اظهر من الناحيه دي اخر حاجه. كده احنا حددنا الشكل بتاعنا. في بقى ارضيه، في ارضيه وفي شكل. نبتدي ان احنا ننزل الارضيه بتاعتنا بتكتشر معين او بسمبك معين. احنا زي ما قلنا الحاجات اللي فيها ارضيه هننزلها بالسمبك بتكتشر معين. هيبتدي ان الشكل يظهر معانا. ده الفرق بين الحته او القطعه او العنصر اللي اتعمل والعناصر اللي لسه ما اتعملش. احنا زي بنعمل اظهار للعنصر زي ما احنا شايفين كده. بنبتدي بالعنصر اللي احنا شايفينه، زي مثلا هنبتدي دلوقتي في الورده اللي معظم الشغل بيبقى متمحور حوالين الورده، وازاي نبتدي ان احنا نعمل الورده. دلوقتي احنا لما هنيجي نشتغل في الورده بتاعتنا هنبتدي من النص. نبتدي بقى واحنا شغالين في الورد. اهم حاجه هي اللي بتظهر شكل الورده ان احنا لازم نبقى عارفين اني ورقه فوق اني ورقه. يعني احنا هنا اهو مثلا زي ما احنا شغالين هتلاقي في ورقه فوق ورقه من ناحيه والتانيه فوقها من الناحيه التانيه، فيبقى في زي تراكب في الاشكال. هو ده اللي بيدي شكل الورده الحقيقي او بيخلي شكل الضغط اللي احنا عاملينه واقعي وشكله كويس. فدلوقتي انت شايف الورقه دي فوق الورقه دي، خلاص ابتدي من هنا. طبعا كل ما تيجي تدخل على الشكل بتضغط بالراحه، كل ما تطلع بره تضغط جامد. دلوقتي احنا اظهرنا الورده من ناحيه الورقه بتاعت الورده من الناحيه الثانيه. الورقه الثانيه فوق الورقه اللي احنا كنا شغالين عليها، يعني دي كانت فوق دي ودي فوق دي من ناحيتي. فبرضه مش هاجي بقى ايه اشتغل زي ما انا بشتغل كده وشكل الورده يبقى غلط، لا ابتدي ان انا برضه اظهر دي. يعني انا ابتديت من هنا اهو، هبتدي برضه هنا كده. برضه نفس الفكره، هبتدي ان انا دي فوق دي من الناحيه دي، فهبتدي ان انا اظهرها.
دلوقتي احنا بعد ما عملنا الورق بتاع الورد زي ما اتكلمنا، عملنا الورق بتاع الورد بتاعنا مظبوط. التكتشر بقى بتاع التنايات بتاعه الورقه والتكتشر ده كمان، احنا كده اهم خطوه عملناها ان احنا اظهرنا كل ورقه من الورق مظبوط. نبتدي بقى ان احنا نجيب الصنبك ده بتاعنا في منه المحبب، نبتدي ان احنا ناخد خدنا التكتشر بتاعنا بتاع كل تانية من تنايات الورد. هنبتدي في الآخر خالص طريقتين لعمل الشكل ده بتاعنا ده. هي ممكن نعمله بالسويفل يا إما ممكن نعمله من أدوات طب أسنان، إن إحنا نعمل كده من ناحية ممكن بالأداة دي وممكن بالسويفل بتاعتنا عادي جدا، وأنا أفضل السويفل لأنها سريعة وبتديني شكل كويس بعد لما بندي الفينش والصبغة والأنتيك جل بتاعنا. آخر حاجة في الوردة بتاعتنا عشان برضو نبقى عملنا الخطوات كلها، إن إحنا نظهر البتلة بتاعتنا أو العنق. مرحلة الصبغة أو الأنتيك جل. الأنتيك جل بنبتدي إن إحنا نأنتك الشغل بتاعنا، يبقى فيه اللي تحت ده أو الأرضية أو الخلفية فيها لون غامق غير الشكل بتاعنا. دلوقتي إن إحنا هنجيب اللون الهافان صبغة مائي بتاعتنا، ونبتدي إن إحنا نحط فلس فنجة ونوزع دلوقتي. شايفين الفرق ما بين اللون اللي احنا شايفينه هنا واللون اللي احنا شايفينه هنا؟ ده الفرق ما بين، طبعا لسه الجلد ما نشفش، الجلد لما بينشف الصبغه بتهدى شويه زي ما احنا شايفين هنا، لكن الفكره في ايه؟ في نوعيه الجلد. لو نوعيه الجلد مختلفه هتديك الشكل اللي انت شايفه ده. يعني ده دباغه غير الدباغه دي. هنشوف برضو لما ينشف هنشوف الشكل بتاعنا هيبقى عامل ازاي. بس انا عايز اوزع الصبغه في كله وتبقى مظبوطه. ممكن احنا نعمل زي ما احنا بنعمل كده، او ممكن نشتغل بطريقه الطباعه او التخبيط كده، نبتدي ان احنا ندي التكتشر بتاعنا. دي طريقه ودي طريقه.
بس احنا لما نبقى عايزين نوزع كله متساوي، مش عايزين نعمل تكتشر، بنعمل زي ما احنا شايفين كده، تنشف وهنرجع لكم تاني. واخر خطوه، احنا لما بنحط الفينش العسل بتاعنا عشان تدينا الشكل اللامع الاخير، يفضل ان انا اوزع الفينش بتاعي بطريقه متساويه في كله. احط الفينش، فينش عسل مخفوف بميه نسبه 1:1، 1 فينش 1 ميه. نوزع الفينش بتاعنا بطريقه متساويه في كله. ممكن تدي طبقة وممكن تدي طبقتين على حسب ما انت